امم النهارده هنغوص في فكرة ممكن تبان بسيطة قوي، لكنها قوية جدا في عالمنا السريع ده. فكرة السكون. إمم، مهمتنا النهارده إننا نفهم إيه سكون بجد، مش كرفاهية لأ، كأداة عملية تخلّينا ناخد قرارات أحسن. واللي بيميز الموضوع ده فعلا إن السكون اللي بتتكلم عنه المصادر مش معناه الكسل خالص، أو إن الواحد يقعد ما يعملش حاجة. لا، لا طبعًا. هو مفهوم أعمق، حالة كده من الحضور المتجذر وسط كل الدوشة اللي حوالينا. في عالم مليان دوشة وصوت عالي، الحياة دلوقتي بقت بتجري بسرعة مش طبيعية. طول الوقت في ضغط عشان نعمل أكتر، نكون أسرع، ننجز، والنتيجة إحساس دايم بالإرهاق والإنهاك اللي ما بيخلص. ده غير طبعا الإشعارات اللي ما بتفصلش والمسؤوليات اللي بتدخل في بعض، والإحساس إن الواحد مستنزف من كتر القرارات اللي المفروض ياخدها كل يوم. يعني كأننا بنتشد في مليون اتجاه في نفس الوقت. طيب، وسط كل ده إزاي ممكن نلاقي الوضوح؟ إزاي نرجع نشوف الصورة الكبيرة؟ ده السؤال المهم اللي هنحاول نجاوب عليه هنا. الحل ممكن يكون في ممارسة قديمة جدا وعميقة جدا، وهي قوة السكون. دي القوة اللي استعان بيها أعظم القادة والمفكرين والفنانين على مر العصور عشان ياخدوا قراراتهم الصح ويبدعوا بجد. طيب يعني إيه السكون؟ السكون هو القدرة على إن الواحد يكون ثابت ومركز وهادي حتى لو الدنيا حواليه مقلوبة. والمهم قوي نفهم إنه مش معناه إن الواحد ما بيعملش حاجة، بالعكس ده حضور قوي وراسخ، نقدر نقول إنها ميزة هادية كده. الوصول لحالة السكون دي مش هدف غامض أو حاجة روحانية بعيدة، لا خالص، دي مهارة ممكن أي حد فينا يكتسبها وينميها من خلال إطار عمل واضح ومكون من 3 أجزاء. الطريق للسكون قايم على 3 ركايز أساسية: العقل والروح والجسد. عشان نقدر نستفيد من قوة السكون دي بجد، لازم ال3 دول يكونوا في تناغم مع بعض. والأفكار دي كلها مستوحاة من فلسفات عميقة تم تلخيصها في مصادر مختلفة. طيب، يلا بينا ندخل في أول وأهم ركيزة: العقل، مصدر أفكارنا ومخاوفنا وقراراتنا كلها. هنا لازم نفرق بين نوعين من التفكير. في التفكير المنتج والمفيد، زي لما الواحد يقعد بهدوء يفكر في قرار مهم في حياته. وفي بقى عادة التحليل الزيادة عن اللزوم المدمرة، اللي هو إن الواحد يفضل قلقان من اللي ممكن يحصل أو يتخيل مشاكل مش موجودة أصلاً. الأولاني بيوصل للحكمة والوضوح، والتاني ده مجرد دوشة جوه دماغنا على الفاضي. من أقوى الأدوات اللي بتساعدنا نسيطر على العقل هي كتابة اليوميات أو الجورنالينج. لما بنكتب مخاوفنا على ورق بنقدر نشوفها بشكل موضوعي أكتر، كأننا بالظبط بنشيل الحمل ده من على كتفنا ونحطه قدامنا على الورق. الكتابة بتجبرنا نفكر ونسأل نفسنا إيه اللي بيحصل فعلاً؟ وإيه المفروض تكون خطوتي الجاية؟ السيطرة على العقل معناها كمان إننا نروض الأنا بتاعتنا، زي ما الفلاسفة الرواقيين بيقولوا الأنا هو العدو. الهدف مش إننا نلغي ثقتنا في نفسنا، لأ، لكن إننا نوصل لحالة من الثقة المتواضعة اللي بتخلينا نعرف نسمع ونتعلم من اللي حوالينا. تمام، دلوقتي خلينا ننتقل للركيزة التانية ونشوف إزاي بتكمل الصورة، وهي تغذية الروح، اللي هي جوهر سلامنا العاطفي والداخلي. تغذية الروح دي بتركز على التوازن الداخلي، يعني إننا نطور بوصلة أخلاقية واضحة جوانا، ونتصالح مع أي جروح قديمة عشان ما تتحكمش فينا، وإننا نتعلم نسيطر على مشاعر مؤذية زي الغضب، ونمارس الامتنان. ويمكن الأهم من كل ده نعرف إمتى نقول كفاية، لأن السعي ورا المزيد طول الوقت هو أكبر عدو للسلام الداخلي. والمقولة العظيمة دي لماركوس أوريليوس بتلخص الفكرة ببساطة: أفضل انتقام هو ألا تكون مثل من أذاك. ودي دعوة قوية جدا إننا نتحكم في مشاعرنا السلبية زي الغضب أو الرغبة في الانتقام، وبدلاً منهم نختار السلام. وأخيراً، عشان الصورة تكتمل لازم نربط العقل والروح بالعالم المادي، وده بيحصل عن طريق تثبيت الجسد. قول لأ، دي مش مجرد كلمة، دي مهارة أساسية عشان نخلق المساحة اللي محتاجينها للسكون. فكروا فيها كده، كل مرة بنقول لأ لحاجة مش مهمة أو حاجة هتستنزفنا، إحنا في الحقيقة بنقول لحاجة أهم بكتير: وقتنا وطاقتنا وسلامنا النفسي. عشان نوصل لحالة الهدوء دي محتاجين بيئة مادية تساعدنا، وده بيحصل من خلال عادات عملية جدا، زي إننا نبني روتين يخلي القرارات اليومية الصغيرة تلقائية، نتمشى كتير وخصوصاً في الطبيعة، نتخلص من الكراكيب المادية اللي حوالينا عشان بتعمل فوضى في عقلنا،
وطبعاً ناخد قسط كافي من النوم الجيد. وهنا بنبدأ نشوف التأثير العملي للسكون. الموضوع مش مجرد ممارسة شخصية وخلاص، لا، دي استراتيجية قيادة قوية جدا. القائد الهادي ممكن يغير طاقة أوضة كاملة متوترة بمجرد وجوده الهادي ده. طيب، إيه شكل السكون ده على أرض الواقع في المواقف الصعبة؟ هو ببساطة إن الواحد ياخد نفس عميق قبل ما يرد، يقف لحظة قبل ما ياخد أي تصرف، يختار إنه ما يقاطعش اللي بيتكلم، ويتقبل إنه يقعد شوية مع شعور عدم الارتياح بدل ما يتسرع ويحاول يصلح كل حاجة فوراً. لما الواحد بيقود من حالة السكون دي، صوته مش بيبقى أعلى، لكن كلامه بيبقى أوضح. حركته مش بتبقى أسرع، لكن قراراته بتكون أدق. ده الحضور القوي والمقصود اللي بيميز القائد المؤثر. في الآخر، بعد ما اتكلمنا عن العقل والروح والجسد، في قاعدة نهائية بتلخص كل ده في جملة واحدة. الفيلسوف إبيكتيتوس بيقول: لا تشرح فلسفتك، بل جسدها. ودي الرسالة الجوهرية. السكون الحقيقي هو في الفعل، في التطبيق، مش مجرد الكلام النظري. وماركوس أوريليوس بيأكد على نفس المعنى وبيقول: لا تضيع المزيد من الوقت في الحديث عن كيف يكون الإنسان الصالح، كن واحداً. يعني ببساطة، كفاية كلام وخلينا نكون الفعل نفسه. وفي النهاية هنسيبكم مع السؤال ده عشان تفكروا فيه بهدوء. في أي جزء من حياتكم ممكن وقفة بسيطة، مجرد وقفة، تخلق احتمالات وفرص أكتر بكتير من الاندفاع والدفع المستمر.